دونته شعرا ولا موجود في كل التفاصيل؟ موجود في تفاصيل كل القصائد، ولكن أكثر. إلى أي مدى يستنهض قواك الشعرية الحنين؟ جدا، يعني الحنين عامل أساسي في، كما قلت لك، يعني هو حالة من الوجع حاضرة دائما. نعم. إلى من كان حاضرا. إذا حن محمود درويش إلى خبز أمه، إلى من يحن ياسر الأطرش؟ إلى قبر رحمها الله. الحزن سيد المشاعر بلا منازع. الفرح ليس مهنتي والقول المغوط. تنهض لملاقاته، بتطارده، بتفتش عنه ولا لا؟ أعمل، وهذا مشروعي الحياتي. نعم. وأقولها جازما حازما، مشروعي الحياتي نعم. أن تتشكل غيوم الفرح على مدى 12 شهرا، وتصبح شتاء دائما يهطل على الناس، ولا أبالي بحصتي منه، فأنا قد اكتفيت بالحزن. أين يتجسد وجه الفرح؟ في بسمة طفل. في بسمة طفل. الثورة، وأنت شاعر وإنسان ثائر، ما هي الثورة؟ نزوع دائم للحرية، الحرية التي تأخذ دائما معاني متجددة. نعم. فالثورة مستمرة في التاريخ، في عمق التاريخ، وحاضرة الآن بقوة، ومستمرة في الزمن الآت. نعم. الثورة ليست فقط ما نلاحظه من احتجاج على مظهر مطلبي أو احتياجي لإنسان. نعم. الثورة هي دائما ثورة على الذات. نعم. حالة تمرد دائم. حالة تمرد دائم تتملك كل إنسان. نعم. ولكن تحتاج إلى الظرف المناسب، إن كان شخصانيا وإن كان على الصعيد العام، لكي ولا يستوي تظهر. قيامها في أي زمان، يعني لها أزمنتها لا الخاصة. تستوي بين إنسان وآخر. نعم. لا تستوي حتى بين إنسان وآخر، لا يمكن أن تستوي إلا في الحالات الجمعية. نعم. والحالات الجمعية ليست مقياسا. نعم. الحالة الثورية هي حالة فردية ومستمرة. نعم. الحالات الجمعية حالة آنية ويتساوى فيها الناس ويتشاركون. الوطن الذي يحلم به ياسر الأطرش. وطن حر أبي، إنسانه إنسان عظيم، يؤمن بالآخر، ينكر ذاته لحساب الآخر، مجتمع فسيفسائي متعدد الأعراق والطوائف والملل والنحل، يجمعهم هذا الوطن على محبته. لا أحب اللون الواحد في الحياة، أحب التعددية، وأحب الوطن الذي يحتوي هذه التعددية، والذي لا أكثرية فيه، في كل ألوان الطيف، لا أكثرية فيه ولا أقليات. نعم. هو وطن يشعر به كل إنسان على أنه وطنه هو وحده. نعم. إذا كان هذا الوطن الذي تحلم به، ما هو الإنسان الذي تراه يستحق الحياة؟ الإنسان. كل شخص له سره، وكل سر له منطقه، والمنطق كله في شراع واحد. الأخطاء ليست عيبا ما دام هناك مفتاح لحلها.
الفقرة الثانية في هذه الحلقة من كلام الأقلام هي فقرة مستجدة على البرنامج، فقرة ضيف الضيف. كانت في الحلقات السابقة ونعود إليها، ولكن في هذه الحلقة أستاذ ياسر سيطل علينا ضيف مثقف، ناقد وشاعر وصديق لشاعر ياسر الأطرش. نستمع إلى شهادة يدليها على الملأ في كلام الأقلام، فلنستمع. أنا أشكر الأستاذ وسام شيا الشاعر والمبدع في هذه القناة، الذي بالفعل يضع يده على الشعراء الذين نحن بحاجة إلى أن نسمع شعرهم. لذلك أنا أقول وأرد على الأستاذ ياسر الأطرش حين قال في قصيدته كلا، سأقول له بلى، دمع من السماء هما على خدي درعا نما، دمع من السماء هما على خدي درعا نما. يا أخت القدس، يا أخت القدس، امرأة في جنوب القدس في غزة صرخت بأعلى الصوت، يا أختي في حورانا في كل مكان، أنا هنا أنتظركم أبوس أيديكم، دمع هما من السماء على خدي طفل في درعا نما، أقحوانا سنابل قمح نما هما نما. يا درع الأصالة، يا درع البطولة، أنا هنا في الأقصى أصلي أناجي محراب عمر هنا، دمع هما من امرأة في جنوب الجنوب تدفن طفلها في غزة، تناجي طفل الخطيب في درعا، وأنا هنا يا طفل الوقت أنت أكبر من ذلك، أنت الرجل، أنت الرجل الرجل الرجل، حين تعز الرجولة عن رجال وأشباه الرجال. وشكرا. يعني سمعنا إلى الشهادة، وبعرف أنا أنه يعني في الملأ في العلن وفي السر وفي الكواليس وفي أي مكان يحل فيه الدكتور إبراهيم الوحش يعني يتفوه بهذا الكلام وبهذه الشهادة بحقك. فماذا تقول؟ لن أشكر الدكتور إبراهيم لأن الشكر لا يكفي حقيقة. نعم. هو صديق عزيز ومبدع كبير، شاعر رائع، وناقد محنك، ناقد حقيقي. نعم. في ظل ما يعانيه النقد العربي من غياب وتراجع. النقد العربي واستباحة في بعض المواقع يعني. تماما. النقد العربي تحول إلى إخوانيات. نعم. ما أسميه إخوانيات. نعم. إما مديح أو شتائم. نعم. أحبه لحسابات يعني لحسابات وليس لموضوعية. حلالية وعصاباتية. نعم. وحسابات أخرى. نعم. من تحت الطاولة. وأخشى طبعا حتى لا نعمم باستثناءات موجودة. نعم. أستطيع. نحن الآن بصدد الدكتور إبراهيم. نعم. وأنا يعني أشكر الظرف الذي أوجد الدكتور إبراهيم كناقد محنك أكاديمي ينحاز للحقيقة. نعم. ولكن نستطيع أن نذكر أسماء نقاد حقيقة أيضا لهم باع طويل في النقد الحقيقي والرائع والجدي. نعم. نحن نشكر دكتور إبراهيم الوحش اللي بنعتبره نحن ضيوفه، ولكن كان ضيف الضيف في هذه الحلقة من كلام الأقلام. نستمع إلى قصيدة شعرية جديدة. صباح.